كيف استعددتم لهذه البطولة؟ نحن سعداء بأن نكون هنا وتبدأ كأس العالم فعلا الآن، ويمكننا أن نرد على أسئلتكم. السؤال الأول. مرحبا، حظا سعيدا بالنسبة للغد. قبل هذه المباراة ضد البرازيل، هل تعتبر أن المنتخب المغربي أنك وصلت بهم إلى المستوى الذي تود أن يكون عليه قبل هذه المباراة من الناحية البدنية والفنية والذهنية؟ من المؤكد أننا في وضع جيد، وقد وضعنا القيم والأسس التي أردنا إرسائها، والمباراة هي التي ستقول لنا إلى أين وصلنا ضد النرويج. أعتقد أننا مستعدون، والهدف هو أن نكون أفضل بعد كل مباراة. لحكيمي باللغة البرتغالية. No Brasil tem uma expectativa, uma preocupação muito grande da força do lado direito do ataque do Marrocos, mas vocês também vão enfrentar um setor que tem o Vinícius Júnior. De que maneira que vocês se preparam para enfrentar um jogador do tamanho do Vinícius, e como que vocês no Marrocos e no mundo inteiro encaram o papel do Vinícius nessa Copa do Mundo? Je n'ai pas compris la traduction. Donc elle m'a pas dit qui. Tu n'as pas entendu? Par rapport à Vinícius, c'est un adversaire coréen, c'est votre en face de lui. Comment tu comptes jouer cette partie alors que tout le monde connaît plus ou moins la valeur de Vinícius? Ouais, bonjour à tous. Good afternoon everyone. Je pense que tout le monde connaît l'équipe de Brésil, on connaît la qualité de Vinicius. نحن نعرف قيمة هذا اللاعب بالنسبة لفينيسيوس واللاعبون الآخرون البرازيليين، هم بمستوى عال جدا. نحن نحتاج إلى أن ندافع معا، ونحن مستعدون للتعامل مع كل ذلك. الفريق جاهز، وأنا شخصيا أشعر بأني جاهز ولي ثقة من أقدم مباراة جيدة. On the second row, the gentleman with the cap. Amin Arab, le matin, I'm going to speak in French. سأتحدث بالفرنسية. مع انسحاب أبدي أعتقد أنك ستغير المنظومة الهجومية. هل تعتقد أن شمس الدين الطالبي ليعوضه؟ ما هي صحته، أحواله الصحية بعد الإصابة؟ جميع اللاعبين مستعدون. صحيح أننا غيرنا لاعبين، ولكن جميع الآخرين جاهزون للمشاركة في المباراة، وطالبي هو حل، وهناك لاعبون آخرون. لن نغير مبادئنا، وأظهرنا أشياء جيدة، وليس لأننا نلعب مباراة أولى في كأس العالم معنى ذلك أننا سنغير كل شيء. لا، وبالنسبة لنا هذا التغيير في اللاعبين لا يغير شيئا فيما تدربنا عليه، لأنهم لاعبان ممتازان، وسوف لن يشارك في كأس العالم، وعلينا أن نجد الحلول، ونحن نتحلى بالثقة وسنواصل عملنا بالطريقة نفسها. Em português, o Hakimi. Diego Torbes, Bola VIP Brasil. Hakimi, você já enfrentou o futebol brasileiro em muitas oportunidades. O que você espera desse confronto e como você se prepara para enfrentar uma seleção tão gigante como a seleção brasileira, e acredita que o Marrocos pode surpreender nessa Copa do Mundo? مرحبا، أعتقد أننا نعرف أن المنافس الذي سنلعب ضده معروف، ونعرف جودة اللاعبين البرازيليين.
ولكن نحن أيضا لدينا الجودة، وفي أفريقيا يسموننا برازيليو أفريقيا، لدينا الجودة إذن، وأعتقد أننا جاهزون لتقديم أداء جيد والتحلي بالثقة وبدعم من جميع المغاربة، وأعتقد أننا سنقدم أداء جيدا في كأس العالم بما في ذلك مباراة الغد. The third row. Okay, thank you. Hakimi, Kali Sports from Nigeria. So at the last World في Cup, كأس العالم الأخيرة by reaching the World Cup semi-finals, وصلت المغرب إلى نصف النهائي، والكاميرون كان هو أول فريق يفوز على البرازيل. هل تعتقد أن المغرب سوف تحذو حذو الكاميرون بالفوز على البرازيل؟ لا نعرف. نحن نركز على المباراة الأولى ونركز على مباراة الغد كي نبدأ بأفضل طريقة ممكنة، وبعد ذلك سنتعامل مع كل مباراة على حدة لنصل إلى أبعد مرحلة ممكنة، ونحاول أن نجدد إنجازنا، ولكن نحن الآن نسير مباراة بعد مباراة. فاطمة زاح جوجي سبور تايم. حكيمي في المغرب كل شيء خايف من الجو، الحرارة تأثر عليكم شوية، انتم دابا أيام هنا، واش قدرتوا تغلبوا عليها ولفتوا الأجواء ديال الحر هنا في أمريكا؟ نعم نحن متعودون، نحن أفارقة، وفي المغرب الحرارة مرتفعة، جئنا هنا لكي نتعود على الحرارة، والمدرب قام ببرمجة جيدة، ولعبنا مباريات وتعاملنا بشكل جيد في المباراة التي خضناها الأولى، ونحن كما قلت جاهزون لمباراة الغد لنقدم فيها مباراة جيدة. Boa tarde, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Pergunta em português para o Hakimi. Hakimi, até a última Copa, muito provavelmente o Brasil seria considerado favorito contra o Marrocos. Depois de tudo que vocês fizeram na última Copa do Mundo, o Marrocos chega em condições de igualdade para enfrentar o Brasil, ou o Marrocos ainda é um underdog? Désolé. Ah ouais, désolé. أعتقد أن مباراة كهذه في بطولة كبيرة مثل هذه ليس هناك فرق مرشحة أكثر من غيرها، ستكون مباراة متوازنة، وقد تكون من نصيب هذا الفريق أو ذاك بناء على بعض التفاصيل، ونأمل أن نكون الظروف لصالحنا حتى نسجل الأهداف وندافع جيدا أيضا، ولا أعتقد أن هناك فرق مرشحة أكثر من غيرها. السلام عليكم، عبد الإله محب لو سيت انفو سبور. كيسيون للحكيمي وكيسيون سؤال لحكيمي وسؤال لوهبي. البرازيل تيبغوا المونطال بزاف، كيفاش بريباريتي اللعابه مونطالمون لهذا الماتش؟ حكيمي بعدا كيف اعددت اللاعبين من الناحيه الذهنيه؟ واش كتشوف ان هاد الجينيراسيون قادره تمشي بعيد، تمشي حتى الفينال ديال كوب دي موند ودي لها ناس؟ هل تعتقد ان هذا الجيل يمكنه ان تقدر دير الكوب دي موند يتقدم الى مرحله بعيده؟ Le mental, oui, mais comme dans tous les matchs. الناحية الذهنية نعم، ولكن في كل المباريات حتى عندما تلعب ضد فريق ليس اسمه البرازيل ينبغي أن تكون القوة الذهنية حاضرة، ينبغي أن نتحلى بالثقة، والمغرب دخل في بعد جديد الآن، وطبعا نحن لا نخشى البرازيل ولكننا نحترمه كثيرا. أنا لم أقم بشيء خاص في
إعداد المنتخب نحن لدينا مبادئنا وقيمنا ونعرف من نمثل ونعرف من أجل من نلعب. اللاعبون يتحلون بالثقة ولديهم مواصفات ممتازة. إذن سنخوض هذه المباراة كمباراة أولى في كأس العالم. للرد على السؤال، شكرا على التهنئة. صحيح أن نحن جيل مختلف عن جيل 2022، لكن هناك لاعبون كثيرون عشنا تجربة كأس أفريقيا ونعرف ما هي مسؤوليتنا، وكما قال المدرب لدينا مبادئنا وقيمنا ونحن سنخوض كل مباراة على حدة ونعزز الثقة ونأمل أن يكون كل شيء جيدا. J'ai deux questions, une question pour coach Wahbi. لدي سؤال لقائد الفريق والمدرب. ماذا تقول لنا عن منافسنا وأشرف غدا؟ سوف تواجه زميلك ماركينوس في باريس سان جيرمان. هل تبادلت معه الحديث حول هذه المباراة قبل مواجهة الغد؟ بالنسبة للبرازيل لن أقول شيئا جديدا، الجميع يعرفون البرازيل وهم لاعبون بمستوى عال فرديا وجماعيا. والمدرب جد عزز مبادئ عديدة وأنا قرأت جميع كتبه، أنا أعرف جميع أسراره. لا، هو البرازيل وهم يستحقون كل احترام. كثيرون يقولون أنه ليس البرازيل السابق ولكنه يظل البرازيل ولديهم الرغبة في أن يفوزوا بكأس العالم. وبالنسبة لنا هي مباراة مهمة جدا، في خاصة المباراة الأولى ضد البرازيل، وهذا لا يغير من هدفنا وخياراتنا. أعتقد أنه بالنسبة لماركينيوس لم نتحدث كثيرا، كل منا يركز على منتخب بلاده، ولكن كنا في باريس معا ومزحنا كثيرا وقلنا أننا في الملعب لن نكون زميلين في الفريق ولكننا سنكون خصمين أو منافسين، والأفضل الفوز سيكون الأفضل. Bonjour coach, Nasreddin Nasri. مرحبا. Tout d'abord, bravo مدرب. pour la décision شكرا على القرار الذي اتخذتموه de libérer 2 joueurs بإبعاد لاعبين مصابين. هذا قرار شجاع. كيف عاشت المجموعة هذا الوضع؟ جميع الصحفيين والجمهور المغربي ندعمك ونتطلع إلى الفوز غدا. شكرا جزيلا. ما ينبغي أن نعرفه ليس الأمر أن نأخذ القرار أم لا، نحن المهم عندنا هو الأداء، ونحن تبادلنا مع جميع اللاعبين وخاصة مع المصابين، وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا لأن 40 مليون مغربي ينتظروننا. ليس القرار قراري أنا وحدي ولكنه قرار اتخذناه معا، ولا ينبغي أن نقول أنك لست جاهزا تخرج من المنتخب. لا، لم تسر الأمور بهذه الطريقة. أنا أود أن أشكر هذين اللاعبين ونايف خاصة الذي عانى كثيرا وبذل جهودا ليعود، ولكنه قال لا أعتقد أني سأعود إلى المستوى الذي تريد أن أكون عليه. هذا موقف جدير بالاحترام. المجموعة كيف عاش ذلك؟ قائد الفريق الذي سيرد كما قال المدرب نايف وعبدي حدث ذلك.
tout ce qu'il a fait et aussi l'encouragement, comme on l'a dit, le coach, le respect وتشجيع من المدرب، وهو قال إنه ليس جاهزا وترك مكانه للاعب يكون في وضع أفضل. وكنا حزنا لخروجهما من المنتخب، ولكن ذلك سيكون دافعا إضافيا بالنسبة لنا لنلعب من أجلهما ومن أجل المغاربة، ونحن سنبذل كل جهد الممكن في الملعب من أجلهما. Bonjour coach. Bonjour. مرحبا المدرب وحكيمي. بالإنجليزي. The questions for the coach. السؤال للمدرب. You normally use the أنت تستعمل طريقة 4-2-3-1 بحسب المنافس تغير. بالنسبة لمباراة الغد، هل نرى ضد المغرب؟ هل تريد أن أعطيك خطة اللعب الغد؟ لا. أعتقد أن لديهم مسؤولين فنيين حللوا ما قام به الفريق وما قمت به. لدينا مبادئ واضحة، لدينا نظام ليس متغير وليس جامد في طريقة واحدة، نغير حسب ظروف الملعب. لا أدري لماذا أنت مستعجل لتعرف منذ الآن. انتظر الغد. The gentleman in the middle in the blue shirt. Ahmed Talal, le CTV. Achraf Hakimi, félicitations pour تهانينا أشرف حكيمي لفوزك بدور الأبطال مع PSG. كان هناك جمهور كبير خلال مباراة المغرب والنرويج، وجمهور عريض سينتظركم غدا. ماذا تقول لهذا الجمهور المغربي الذي انتقل من مدن عديدة في المغرب لكي يدعمكم؟ السؤال لمحمد وهبي. كأس العالم 2025 كنتم في المجموعة الثالثة، هل أن المجموعة الثالثة ستكون لها حظ؟ شكرا على التهنئة. ثم كما قلت أنا لا أشك في المغاربة وفي تشجيعهم ودعمهم للمنتخب، وقد رأيت ذلك في مختلف البطولات، ورأيت ذلك في مباراة النرويج. جميع المغاربة كانوا موجودين وقدموا تضحيات كثيرة لكي يأتوا ويشاهدوا مباراتنا، ومتأكد من أن غدا سيكون هناك المزيد من المغاربة أكثر من البرازيليين ربما، وهم يدعموننا، ونشعر بهذه القوة التي يمنحها لنا دعمهم لنا، وهذا حافز إضافي لكي نقدم كل شيء في الملعب، ونحن فخورون بكم كما أنكم فخورون بنا. Oui, concernant, moi je suis pas superstitieux. Je crois pas trop en superstition, vraiment. لا أؤمن négatif ou positif. Moi je crois au travail. الحظ أنا أؤمن بالعمل والثقة وكل شيء آخر من عند الله.